يا مساء الخير والحب والسعادة على كل حد بيتابعني على السوشيال ميديا. فيديو كده بسرعة، مش هطول عليكم فيه، ولكن طلع اقول لكم للأسف الشديد بقيت بشوف من دايرة مقربة ليا، وده أكيد بقى فكر عند أغلب الناس إلا من رحم ربي. الظروف بقت ضيقة والأسعار بقت غالية، ويا دوبك اللي معانا مكفينا بالعافية. فاللي كان بيطلع حاجة لله بقى بيخاف غصب عنه، هو معذور. فكره جايبه ان لا، بيتي اولى، عيالي اولى، انا اولى، بكره انا مش عارف الدنيا مخبيالي ايه. ولكن والله العظيم التفكير ده هو اللي هيخلي رزقك يضيق اكتر واكتر واكتر واكتر. علشان الصدقة مهما كانت صغيرة اللي انت هتطلعها بنية خالصة لوجه الله، هتخلي حتى اللي باقي معاك فيه بركة، هتخلي فيه سعادة وراحة في بيتك، وهتخلي عندك صحة ما تخلكش محتاج تروح لدكتور، لا انت ولا بيتك ولا عيالك. هتخلي القليل يبقى كتير، هتخلي الرزق بتاعك يزيد من حيث لا تدري ولا تحتسب. دي تجارة لن تبور، لأنها تجارة مع الله سبحانه وتعالى، ومين يتاجر مع ربنا ويخسر؟